انا جايين لسه ما قابلناش الناس، لكن الواضح كده من البداية ان التخانة اللي انتوا شايفينها مشروخة في البلكونة دي هي اللي بنشوفها في معظم الزيارات، اللي هي بتبقى فيه حديد، في مشاكل او في مشاكل في التسليح يعني الى حد ما. فالاغلبية بتبقى طبعا ايه، طبعا الباب لسه مقفول متفتحش، لكن انا من قبل ما ادخل شوفوا الشروخ اللي موجودة في السلم، ده دليل على ان البيت ده فيه مشاكل في التسليح. وهو برضه الله يخليك استاذ يحيى. لا استاذ يحيى اهلا بيك. واضح طبعا انكم انتوا بتمسحوا السلالم بذمه حلوه قوي. لا امال ليه الميه الكتيره اللي موجوده في السلالم دي؟ تترش ليه؟ هي جنينه بترشح منين؟ لا ده بيرشح ليه؟ ده لو انا ناحيه السكن جوه اقول لك ماشي، لكن لما يبقى في السور اللي هو اخر السلم يبقى ده مش من الحمامات، والحمام اللي تحت هيطلع فوق ازاي؟ ده كده يا سيدي الفاضل من المسيح يا مطر. طبعا انتوا عندكم شخشيخه فوق ليها سقف، خدت بال حضرتك؟ طبعا ده دمر الحديد بالمنظر ده كده وخلى حديد التسليح. جبتوا حد بهيلتي؟ لا. طب احنا كاتبين لكم عايزين حد بهيلتي عشان يفتح الحاجات دي. قلعت الرخام وشرخت هنا. استخدموا الميه هنا بطريقه عنيفه. مصر كلها اكتر حاجه الناس تحبها في بيوتها استخدام الخراطيم للنظافه. يعني انا رطوبه زي دي بامانه بما يرضي الله، دي رطوبه جايه منين؟ دي من جوه الشقه، ده اخر السلم اهو. كل المسافه دي جابت الميه من الرطوبه وطلعت في الحته دي بالذات. ده مسيح سلم بطريقه شديده وعشوائيه وخراطيم ميه بتشتغل. يقول لك جاي من جوه. الف سلام عليك. ربنا يسلم عمرك ويحفظك. اتفضل سلام. احنا عايزين نبص على المشاكل ونشوفها ونخلص منها وبعدين نقعد. طب يبقى نطلع السطح. يلا يا باشا نطلع السطح. ايوه كل السلم مشرخ. لا مأجر. كان السور ده حضرتك كان شرخ فظيع جدا، تمام، يمين وشمال. فطبعا كانت الشقه اساسا كانت متبهدله قوي، انا اللي ظبطتها. فجبنا عمال عملوا سياخ حديد عاشق مع السور، وبعدها حضرتك طبعا حصل بقى الزلزال الاخير ده مع الطيران بتاع المطار جنبنا، المطار الحربي بيبقى على مسافات قصيره، فعمل التصدع ده وعمل نفس التصدع هنا حضرتك. الشروخات دي طبعا كل ده كان متبهدل قبل ما يدهن. على فكره انا بعزل. بتعزل؟ طبعا. احسن والله. ايوه يا فندم انا بعزل. انا المفروض كنت امشي اول الشهر، بس انا قاعد عشان منتظر حضراتكم، لان لو جه صاحب الشقه مش هيقول لحضراتكم او يلفت نظركم لا احنا مش محتاجين حد يقول لنا اساسا. كل ده كان متبهدل اساسا، ومع الدهانات الى حد ما اتظبط. تمام. لا مش باين الكلام ده كله. اللي تحتينا دول سابوا الشقه ومشوا خالص. احسن والله. والله. اصحاب ملك يعني مش إدارة. ملك؟ باعوها يعني؟ لا ولا حد عاوز يشتريها. طب مفتوحه؟ ما كل اللي يجي يقول لك الساب كله بيرشح ميه عليهم. ما هو بص هقول لك على حاجه. اسمع عليك انا خلص انت كلامك الاول عشان اتكلم انا في الاخر. بعد ما عليك كل اللي كانوا بيدينوا هنا نزلناهم بسقاله من هنا عشان يظبطوا الناس. والله نزلوا بالحبال. خافوا ينزلوا على السلم ولا ايه؟ نعم. خافوا ينزلوا على السلم؟ لا كانوا بيشتغلوا. صنايعيه شغاله في الواجهه. لدرجه صاحب الشقه نفسه قال لهم لا خايف، اتكلوا على الله، انتوا كده هتقعوا وهتدفوا. طبعا خطر. انا افتكر هم خافوا ونزلوا بالحبال. لا ده كانوا على اساس يوظفوا البلكونات تحت. درجه الميل حضرتك هي بتاعت طيب هو ايه اللي انت بتقوله ده جميل يعني.
انت شرفنا جوه يا فندم هشرح عشان اشرح اللي حصل اللي هنا الاول. كل اللي انت قلت عليه ده جميل، ان انا مثلا شرخ هنا واركب له كانات حديد وفتح تاني هوت، لان زي ما احنا بنقول بالظبط 7 8 شهور زي ما احنا بالظبط زي ما احنا بنقول للناس ان ده عرض لمرض. بالظبط. انا كنت فانا لما اداري على العرض انا اسيب المرض يتفشى ويعمل مشكله كبيره. قلبي ده كاتب السور ده كان هيقع على الناس احنا. ما هو ده حله. ما هو ده حله انه كان يتشال السور جوه ومحدش يدخل البلكونه. ليه بقى؟ لانك انت لما عملته الكنات المره الجايه مش السور اللي هيقع، الكانتليفر ده كله ده هيقطم كده لانه قاطم وهينزل في الشارع تحت على الناس، يبقى مش شويه طوب بقى. احنا مش جايين نحقق، احنا جايين نتكلم في هندسه، واصحاب الشأن هم حرين، والفيديو هيبقى متسجل وياخدوه وهم لهم يعني لهم حريه الرأي، يتفاعلوا مع الامر ويشوفوا حل. ده طبعا لمصلحتهم، شايفين الموضوع انه هين ويترك برضو دي حاجه ترجع لهم. لكن احنا الامانه بتاعتنا تقتضي ان احنا لما نشوف خطر ونقول حدوده ايه. واحنا كمان هنطلب منكم انكم انتوا تجيبوا عامل بهيلتي علشان خاطر يفتح في الاماكن اللي احنا هنحددها مع حضراتكم. لان انا قلت الاستاذ يحيى الكلام ده قبل كده، لكن الواضح انه ما لقاش حد بتاع هيلتي وكده. اولا ده عندي اسمه بروز من اول البلكونه كده لغايه هنا، ده بروز، ده خارج البيت طاير، بنسميه كلنا طاير لان هو بعيد عن المبنى. فده لما يبقى فيه مشكله حديد تسليح زي ما انتم شايفين كده، وطبعا بهدلت البلاط وخلت العالي والواطي شرب لما شبع، السقف ده مترنخ وحديده منتهي تحت. حضرتك ده انا 4 سنين يا فندم وحديده انا ما دخلتش لسه، انا اول حاجه داخلها هنا ما نضفش هنا، بس ده حديده منتهي. فكون ان الحديد بينتهي بيجي عند الطاير السيخ الحديد ما عندوش عزم، عايز يتكفي، فيبتدي يشرخ في اللي شايله الاول. فانا لما داري على اللي شايله الاثنين ينزلوا مع بعض. بعد كده المرحله الثانيه هتنزل الخرسانه مش السور بس. فالوضع هنا سيء جدا، والبلاط هنا يعني مفيش بلاطه ماشيه مع الثانيه، يعني كل البلاط هنا طالع ونازل. فحاله السقف ده خطر، وهننزل من تحت، عايزين نشوف السقف ده من تحت الاول. لان صاحب الشقه اللي تحت طلب مني ان انا حضرتك ما نضفش هنا الميه. طب ما هو ده حقيقي. عايزين نبص على الشقه دي الاول بعد اذنك، ممكن؟ يلا اتفضلوا. القصه هو نفس الكلام، حديد حديد وده جديد. حديد مش جديد، حديد ده حديد تسليح، وده برضه وده برضه. بص يا باشا، بص القناه اللي تحت متبهدله. ما هو بص نهايه البيت اهو، بص من العمود ده كده كده زي ما انا ماشي كده، كل ما هو خارج كده ده زياده، ده طاير. فكون ان الحديد يبقى بايظ تحت ده كويس ان هو ما وقعش. مش كده؟ لا كويس ان انا هفلت بجلدي. عادي يا عم، هتلاقي اللي احسن منه ان شاء الله. ده الحيطه جوه بتاعت الاوضه مش باينه، تعال شوف يا فندم. ده عمود، مش ده عمود؟ ده عمود جوه كده، مش عمود ده مش علاج، ده بنسميه تغطية بتغطي على المرض. فتيجي المرة الجاية بقى، الحالة الجاية بقى تنزل كلها. لما بيبقى حد عنده شرخ نقول له سيبه عشان نشوف تطور الحالة وصل لفين. ممكن استاذنك تفتح لنا الشقة دي؟ الشقة دي اصحابها مش انت بتقول الشقة دي؟ طيب ما احنا جايين نعاين عمارة ماشي، ما هو احنا انت حضرتك المفروض ان انا جاي اعاين عمارة، ما تقفلش حتة عليا عشان خاطر اقول خطورتها ايه، او ده ملتصق في حاجة بتبقى شايلة حاجة او حاجة بسبب حاجة. فكانوا المفترض احنا مأجلين الزيارة دي مرتين، اقل حاجة كنت تقول لهم يا يجوا النهارده تاخدوا منهم المفتاح. كله بالكامل عايز شبكة حديد، والواضح كده انا طبعا لو مشيت انا في كل مكان في العمارة كده الواضح ان الموضوع متكرر في كل العمارة. عايزين بقى ايه؟ احنا مش هنقعد، احنا هنتكل. ما انا هقول لسيادتك احنا كده طبعا احنا كنا طالبين من حضرتك عامل بهيلتي ما جاش. لا حضرتك ما حدش قال لي. لا احنا بنكتب على الواتس، دي صيغه ثابته. طيب هو على العموم مش هتبقى مشكله، لان هو واضح كده كمان الناس معاك في العماره مش متعاونين.
فانت اول حاجه الشقه اللي فوق دي عايزه تتفتح وتتصور من تحت تتبعت على الواتس. تمام. هنا في كل الادوار دي هتفتحوا لنا حته قد كده اهي. لا من تحت. مش عايزين ننفذ للاخر لغايه ما توصل بس لشبكه الايه؟ الحديد المفروض ان هو تحت. تمام. فهتصور كل الشقق بتاع العماره وتبعتها لحضرتك تبعتها لي على الواتس. حاضر. وبعد كده هنيجي نقول المسطح قد ايه او تبعت لي الرسمه ونقول لحضرتك ايه اللي المفروض يتم وايه التكلفه بعد كده. خلاص ماشي يا طارق. العمود تحت كان نزل هو. اللي جاي اللي هيشتغل هنا هيكشف على كل كتله خرسانيه. العماره عايزه تتاخد وتتحط على البرامج وتتصمم من جديد. يعاد ريبيرنج ليها، يعاد تصميمها تاني، ويتفتح على كل العناصر الخرسانيه بهيلتي خفيف هنا عشان يتشاف العمدان حالاتها ايه، السلالم طبعا متدمره، اللوس اوف بتاع الشقق من جوه، وتتحدوا مع بعضيكم عشان ما تعملوش بقى زي العماره بتاع عندي. تمام كده. انا الحمام طول ما في سيراميك هنا وفي سيراميك في الارضيه وفي الحيطان عمره ما يبين فيه اي نسبه رطوبه. تعالى هنا بقى كده. انت ده مش عارفين بقى مصدره ايه. ده مصدره ايه؟ هنقول لك دلوقتي. وده ايه اللي جنبك هنا؟ دي عماره ثانيه. دي عماره ثانيه بس مش لازقه. لا لا، لازقه. لازقه. لازقه ازاي؟ لازقه فينا على الحيط في الحيط. لو حضرتك بصيت من الشباك هي لازقه. والله مش هو بلاط، ده فيه فاصل خرسانه. فدي سيادتك من الحمام بتاعك. الحمام بتاعك ده عايز يتسال بالكامل. اهو ده البلوه اللي جايب لك المصيبه في البيت. اكيد في بيبه او في صرف. ده صرف المدعوقه دي هنا كده بتاع الحوض ده ضارب هنا في الحيطه والميه ضاربه جايبه لك الحيطه دي بالكامل وضاربه في الاوضه جوه. كل ده عايز يتفور ويعاد تشكيله لانه كده دمر الكتله الخرسانيه اللي موجوده في العماره من اسقف وكاميرات. المطبخ ده. طبعا. وانا مش عارف انا مش عارف اللوسوف دي كمان زي ما كل قمري او سوليد سلاب. انا ما اعرفش اللوسوف دي ايه. سيادتك عاملها فلات سلاب اللي هي رقتين هتكلمه؟ لا هسجل يعني هكتب ورا حاجه عشان بس مش طب سجل كلام الباشمهندس. لا ده انا هبعت لك بقى، ده الفيديو هتاخدوه وانا هبعت لك فويس على الواتس كل طلباتي اللي انا عايزها في العماره هنا. الرسوم حضرتك بتاعتك. يا عم انت العروق عشان يصب الروف فوق هياخد العروق والروف والسقف وهينزل بيهم. ممكن تضيف دي على الفيديو يا باشا ما هو في الفيديو اهو. ده ليه وكل الناس واللي زيه والحاله اللي زيه. السقف ده خطر، السقف ده ما اتعزلش، اتعزل، اتعزل غلط، اتعزل، لا اتعزل وليه سنين طويله والعزل باظ. البلاط كله فوق لاعب فوق وتحته متدمر. ايا كان بقى هو فلات سلاب، ايا كان هو بلاطه كمر مدفون، ايا كان نوعه الحديد اتدمر. فطبعا السقف هش خالص فوق، حتى اني انا كنت عايز ادخل الشقه من تحت ما عرفتش، لكن انا من فوق ومن الحكاوي ومن المنظر اللي انا شفته حاله السقف ده سيئه جدا. ولا استحاله من رابع مستحيلات حد يفكر يصب عليه سقف تاني. هياخده وينزل. كلم بقى الباشمهندس اشرف لما يرجع من اسكندريه يا باشا كلمه واحكي له ده وضع قائم وانتوا محطوطين في السلم كله بالكامل بايظ. جميع الشقق دي عايزه تتفتح فيها حتت زي ما قلت لحضرتك، حته قد كده ويتكشف على الحديد وتشوفوه. في اماكن معينه في الشقه. اي حته تعجبك خد هنا، عند ما تلاقي علامه شرخ كده ولا اي حاجه فتح عندها. هنا او بقعه اهي ممكن نكشف فيها. لا دي رطوبه، دي رطوبه مكنونه من الحمام، اخد اللي فوق. لانه انتوا هتشيلوا كل الحمامات اللي في العماره هتتجاب على اللحم اللي هو الخرسانه وتتهوى وتتعزل من جديد وتتاسس من جديد كده، يبقى عندكم بيوت هتقعدوا فيها. غير كده البيت ده تفكروا بقى ايه في سكن